يطلع لك فلاسفة الكرة في مصر من لعيبة سابقين أو إعلاميين أو حتى يوتيوبرز أو أي حد يقول لك لا إحنا مش لازم نلعب مباراة ودية. إحنا ما ينفعش إن إحنا نلعب مباراة ودية، إحنا ما ينفعش نلعب فرق كبيرة علشان الفرق دي مش من مستوانا، أو الفرق دي فيها أكبر مننا. طب ما هو أنت كده بتداري على اللعيبة. حاجة بسيطة جدا، انت كده بتداري على ان اللعيبة لا تصلح ان هي تلعب الكورة دي، ما لا تصلح ان هي تلعب في مستوى عالي. اما تقول لي لا ما ينفعش نلعب مع البرازيل، ده احنا لعبنا مع اوزبكستان وخسرنا 2-0. لا يا حبيبي، العب واخسر لازم تشوف مستواك، لازم تشوف مستوى اللعيبة، لازم تبين لنفسك هي اللعيبة دي هتنفعني ولا لا، علشان لو مش هتنفعني اجرب لعيبة تانية. في لعيبة شباب، احنا شفنا منتخب الناشئين في لعيبه تستاهل ان هي تبقى في المنتخب الاول، عنده 17 سنه ويلعب منتخب اول. طب ما عندنا لامين يامال هناك في المنتخب الاسباني وبيلعب منتخب اول. ليه احنا عندنا الفكر عقيم في كره القدم؟